السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى عامله لكم حاجه لذيذه جدا، وفعلا يعني انا دقتها عند حد طعمها جميله جدا. هي خبز الحبه الكامله طلع جميل جدا. واحده صاحبتي دوقته لي فعجبت بيه جدا، وقلت لا ده جميل وخفيف ولازم انا اعمله. بصراحه جبت نص كيلو دقيق، ما رضيتش اجيب كيس دقيق كامل، قلت لاحسن يبوظ مني، فقلت ايه، لا انا اجيب نص كيلو دقيق احسن واجرب فيه. جبت نص كيلو دقيق الحبه الكامله، وجبت ربع كيلو ردة. فحطيت اتنين 4 كوبايات دقيق الحبة كاملة مع كوباية واحدة من الردة، يعني 4 كوبايات اللي هو نص كيلو، وكوباية واحدة من الردة. ورحت حطهم على بعض، وجبت كوبايتين مية، وحطيت فيهم معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر كبيرة وميه دافيه، ورحت مدوباهم كده وركناهم شويه على جنب علشان يخمروا. حطيت بقى ايه، شويه سمسم، شويه حبه البركه. قلت يعني ايه احطها في حاجه تزود القيمه الغذائيه بتاعتها زي ما انتوا عايزين. ممكن تحطوا كمون حصى. ورحت جايبه معلقه سمنه، سمنه نباتي، سمنه سمنه بلدي، معلقتين زيت بدلهم، يعني بدل معلقه السمنه ممكن معلقتين زيت، وتفركيهم في الدقيق كله الاول مع نص معلقه ملح صغيره، وتفركيهم في الدقيق كله خالص جامد جدا كده. وبعدين تروحي جايبه بيضتين، انا البيضتين دول انا حطيتهم اضافه تانية من عندي عشان ازود القيمه الغذائيه، عشان ممكن نفرد عليه جبنه وناكله، يبقى حاجه يعني مغذيه شويه، مش يبقى جبنه وبس كده. المهم يعني انا حطيت، اللي عايز يحط البيضتين يحطهم، ما يحطهمش براحته. ورحت حاطه البيضتين ضربهم بشويه معلقه خل، ورحت ضربهم كويس. ورحت بعد ما فرقته الدقيق بمعلقه السمنه، رحت ايه، رحت حاطه عليهم البيضتين كده اهوت. وبعدين رحت جايبه ايه، الخميره اللي انا عاملاها بالسكر، بمعلقه السكر ديت. ورحت معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر قلنا، وحطيناهم مع بعض، ورحنا ايه مدوبينهم مع بعض، ورحنا حاطينهم عاجنينهم بعجينه جميله. انا بصراحه وطبعا الخميره الفوريه يعني معلقه كبيره. انا قلت برضو انا عايزاه يهيج قوي زي بتاع الافران. ايه اللي بيخلي الحاجه تهيج قوي زي بتاعه الافران؟ الماده الرافعه كويسه، هي البيكربوناتو. يعني حطيت معلقه خميره كبيره، وحطيت معلقه صغيره كربوناتو على الدقيق. بصراحه انا بقول لكم كل حاجه بالتفصيل علشان اللي عايز يعمل زي بالظبط ده كده. بص طلع ما شاء الله هاشش وجميل ازاي. بصوا ده نص كيلو عملتوه على 2 قوالب متوسطة، هي يعني مش كبيرة قوي، يعني الواحد ممكن يطلع 25 سنتي كده او 30 سنتي، بس هاش بطريقة مش معقولة. انا متهيألي هي المعلقة بتاعت الكربونات الصغيرة هي دي اللي نشطت فيه الخميرة. وطبعا حطيت قلت لكم البيضتين بقى وكده، ورحت عجناهم عجنه كده يبقى سهل لما تحطي عليه الميه، ما تخليهوش تقيل، لا تخليه كده طري في ايدك كده. تعجني بقى كويس قوي قوي كده. وبعد ما تعجنيه كويس روحي حاطه على وشه شويه زيت، معلقه زيت كده ولا حاجه، وتغلفيه وتحطيه عليه ستريتش راب، وتدخليه الفرن كده ولا اي حاجه دافيه يخمر قيمه تلت ساعه. هتلاقيه عالي قوي، هتخرجيه تقلبيه بايديكي كده او بالسباتولا علشان ايه يخرج منه الهواء. وتروحي جايبه نص الكميه فرداها في صينيه مثلا زي الصينيه دي كده، كده زي الصينيه دي كده مثلا، تروحي حطها فيها، حاطه نقطه زيت عليها وعامله كده، وتبططيها كده هو كده 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 بالسباتولا او بايدك، هي بتبقى طريه. تروحي جايباها من الجناب كده ومن الجنب ده كده، وتروحي لفها رول بقى كده 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 يعني، او من هنا رول 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 كده هو كده هو، وتروحي حطها هنا، وتروحي ايه مبططه عليها بقى بسيط كده لغايه ما تفرديها في الايه في القالب ده. وبظهر السكينه هتيجي تعملي ايه الشقوق دي كده، بظهر السكينه هتيجي تعملي التقطيعات دي كده. وتروحي مدخله تاني ايه الفرن الدافي علشان يخمر تاني لغايه ما يحلى ويبقى زي كده، وعلى فرن عالي جدا. يعني الفرن اللي انت دخليه عليه 250، لو عندك 240 250، وتكوني مسخناه كويس قبل كده وتتابعيه، وتحطي فيه لغايه ما تحطي فيه تضربي فيه الخل لو يطلع ناشفه، وتسيبيه بقى بعديها توطي عليه قيمه 5 دقايق ولا 10 دقايق، وتسيبيه يعني ينشف من جوه علشان هو عالي. لازم الحاجه العاليه ديت تستوي من جوه كويس عشان ما يعفنش منك، واخده بالك. لازم تسيبيه بقى بعد ما يستوي ويعلى قوي كده، ووشه مثلا يحمر او حاجه، وضربتي الخله لقيتيها خلاص ما فيهاش حاجه،
طلعت نضيفة هتعملي الحركة دي تاني بقى، توطي عليه شوية وتسيبيه 5 دقايق، وتسيبيه وتطفي عليه الفرن وتسيبيه 5 دقايق تاني، بحيث القلب بتاعه ينشف، ما يبقاش في اي طراوه، بحيث ان هو ما يعفنش. ومع ذلك انت هتحطيه في التلاجة في الفريزر، هتقطعيه وتحطيه في الفريزر، او هتحطيه صحيح في واحد في الفريزر صحيح وواحد في التلاجة متقطع. شكله في منتهى الجمال وهيعجبكم، وان شاء الله هيطلع جميل واوريه لكم. والله العظيم انا قلت اوريكم الوصفة دي، لان كل الناس دلوقتي بتتكلم عليها لانها صحية، ولان الله يرحمه الدكتور اللي هو العوضي بتاع الطيبات ده، يستاهل كل خير ويستاهل ان احنا نترحم عليه، لان قال لنا على حاجات جميله الوقت الواحد بيستفاد منها. الوقت الواحد بعد عن الجلوتين شويتين، بص لقى نفسه التهابات في رجليه ابتدت تقل، وجسمه الالتهابات ابتدت تقل، لان اكبر مصيبه في الجسم وكل الامراض اللي في الدنيا سببها الالتهابات، سواء في امراض القلب سواء امراض الرجلين سواء اي حاجه، اساسها الالتهابات. واساس الالتهابات اساسه بيجي من الجلوتين ده اللي هو الدقيق الابيض. فدي حاجه جميله جدا ورخيصه جدا، بيني وبينكم موفره جدا. يعني شوفي الاتنين دول، ادي بصي دي واحد والتاني قده بالظبط. كل ده انا كيلو الدقيق الحبه الكامله ب 30 جنيه، جبت نص ب 15، وجبت ربع كيلو رده قلت له بكام؟ قال لي ب5 جنيه، يعني خد مني كله 20 جنيه. وما حطيتش الربع كيلو رده كله، انا حطيت معلقه كوبايه واحده من الرده، لانه قال لك لازم تحطه مع رده. فهو وحطيت كل الحاجات اللي انا هكتبها لكم تاني في صندوق الوصف. والله في منتهى البساطه، انا مش متخيله. تخيلوا بقى الواحد ده نجيبه من بره بكام يعني. وده وخصوصا كمان اليومين اللي جايين دي في هتبقى فيه بقى يعني حكايه الناس اللي خرجوا من الخبز والعيش والبطاقه والكلام ده، ممكن يحتاجوا الحاجات اللي زي دي ان هم يعملوها بديل للعيش، احسن واجمل وصحيا اكتر، ونفس التكلفه او ارخص والله. فان شاء الله باذن الله هسويه وهوريكم، وان شاء الله يطلع جميل واوريه لكم عشان تعملوه وتجربوا. ايه رايكم بقى؟ طلعت جميله، ما استنوش لحد ما اصور، حتى دول خلوني لسه ما كملتش تقطيع وقعدوا يشربوا بيها الشاي، كانوا لسه بيفطروا. بس والله طلعت جميله. بس في حاجه عايزه اقول لكم عليها، لا ما تحموش النار قوي، ما تدخلوهاش على نار عاليه قوي، عشان هي ما خدتش وقت، وخدت 15 دقيقه واتحمرت بالشكل ده. لا، خلوها تستوي على اقل من مهلها وتبقى اروق من كده كمان، وتخلوها على درجه حراره 180 حلوه قوي، وتسيبوها تاخد وقتها وراحتها، لان هي عاليه لازم تنشف من جوه كويس. هي نشفت من جوه كويس، بس هي النار كانت عاليه قوي، فلا خلوها تاخد راحتها وتبقى على 180 وتاخد راحتها في السوى احسن. وعلى فكره طلعت جميله جميله جميله. شوفوا شكلها، بصوا شكلها جميل عامل ازاي، وطعمها جميل جدا كمان، وحلو قوي 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 قوي، هتعجبكم. وكل الحكايه زي ما قلنا اللي هو نص كيلو الدقيق الحبه الكامله، وعليهم شويه ملح، نص معلقه ملح، وبعدين حطينا عليهم كوبايه رده، وبعد كوبايه الرده حطينا عليهم بقى معلقه سمن كبيره او معلقتين زيت، وتفركيهم بيها كده، وبعدين تحطي بيضتين وتفركيهم بيها برضو، او ما عندكيش معلقه سمن تحطي معلقتين زيت، وبعد كده تضيفي بقى الماء والخميره والسكر مع بعض، وتروحي عجناهم بيها عجنه حلوه كده اهو. تروحي حاطه على وشها شويه زيت، وتدخليها الفرن، ده فرن سخنه يعني متوسط برضو، ما تسخنيهاش قوي كده، لان هنا بصي عندي ايه نشفت شويه، يعني هي ايه المفروض بقى تنشف من الهواء، ما تخليهاش تنشف جوه قوي كده، لا تطلع متوسطه. وبعدين بس عادي بقى عشان برضو ايه تبقى ما تبقاش تتكسر منك في التقطيع. خليها على درجه حراره 180 وتاخد وقتها، وما تطلعش ناشفه قوي كده، وتقطعيها وتسيبيها تتهوى. وبعد كده هو بقى بتحطيها في علبه في التلاجة ولا يجرى لها اي حاجه، وجميله جدا ومشبعه جدا. مش قادره اقول لك ان الحته الصغيره بتملى البطن قد ايه، مش قادره اقول لك، يعني حاجه جميله جدا جدا تخلي الواحد يعمل رجيم غصب عنه. جميله جدا وموفره جدا، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. وهي فعلا طعمها جميل، وخصوصا ما تحطي فيها حبه سمسم بقى، عايز تحطي فيها حبه كمون حصى، تديها طعم جميل جدا، وهو مفيد كمان في حديد وكده.
ادخل فيها حبة البركة زي ما تعجبك بقى، عايز تاخديها كده بس. هي جميلة جدا، والواحد لما بياكل حتة صغيرة، مش قادرة اقول لكم، نص القطعة المقطوعة ديت انا اكلتها حسيت ان انا بطني اتملت مع كوباية الشاي. يعني لا يعني شكله مشبع جدا وهيعجبكم، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف وكل ال الافكار اللي فيه، وان شاء الله يكون عجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير. واسفه جدا على الخبط اللي فوقينا ده لانه ما بطلش، بقالنا شهر على الحال ده ما بيبطلش. اسفه جدا، مع السلامه.